الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، والرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند محاولة اغتيال فرانكي، المحاولة اللي بتفشل بسبب دخول فرد شرطة للمكان. وفضل السؤال، هل فعلا مايكل هو اللي أمر بالقتل وهيستفاد ايه؟ ولا حد تاني هو اللي أمر بالقتل عشان يوقع بين مايكل وفرانك؟ حل اللغز ده في دخول الشرطي. هل الشرطي ده تابع لحد ولا هم كانوا عارفين ان الشرطي بيمر في الوقت ده تحديدا؟ لكن المؤكد ان دخول الشرطي ما كانش صدفة، ونجاة فرانكي كمان كانت متعمدة. وده موقف ما يفيدش مايكل على الإطلاق، بالعكس ده بيضره. وهنا هنفكر مين عاوز يضر مايكل. هنعرف بعد كده ان بسبب الموقف ده فرانك راح يشهد ضد مايكل في المحكمة، وهنيجي بعد كده لمشهد المحكمة بالتفصيل. بس من غير شهادة فرانكي مفيش قضية. ولما نفتكر مكالمة جوني أولا لفريدو لما سأله فرانكي هيروح لوحده ولا لأ، هنتأكد ان دي خطة من هايمن روس الذكي جدا اللي كان بيعتمد على مخه اكتر من عضلاته. هايمن روس اللي زي ما شفنا وهنشوف ان خططه كانت بتقوم على توقيع الناس في بعض وهو بعيد في مكانه الهادي بياكل سندوتش التونة. وبنتأكد اكتر ان هايمن روس هو اللي عملها لما مايكل بيروح يسأله عن مين اللي امر بقتل فرانكي. فكان ملخص رد هايمن عليه ان احنا من امتى بنسأل الاسئلة دي. I didn't ask. Who gave the order? بعد محاولة قتل فرانكي بنروح للسيناتور تاني. مايكل بيخلوا رجالته يقتلوا فتاة ليل وهي مع السيناتور، بعد ما بيخدروا السيناتور عشان لما يصحى يفتكر ان هو اللي قتلها وما يلاقيش حد يخلصه من الورطة دي غير مايكل، في مقابل خضوعه للجاد فازر. وهنا لازم نفتكر نظرة مايكل للدواء اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، لان خطة اخضاع السيناتور اتعملت كلها في لحظات وبنظرة واحدة من مايكل. مايكل لما شاف السيناتور بياخد الدواء بص لتوم هيجن وباين في عينيه وكأنه بيقول لهيجن انت شايف اللي انا شفته، وبيأمره انه يبدل الدواء بمخدر. ونظرة هيجن كمان بتقول انه فهم اللي مايكل عاوزه. تفاصيل ما اتقالتش ابدا في الفيلم ولا حد يعرف ازاي ده حصل للسيناتور الا لو ركزت في عيون مايكل. خطة كاملة اترسمت واتنفذت بنظرة واحدة من عينه من غير ولا كلمة. الموقف مش بس بيورينا جبروت مايكل، لكن كمان مدى عنفه ووحشيته عشان يوصل للي هو عاوزه. قتل واحدة ملهاش أي علاقة بالموضوع بس عشان يمسك زل على سياسي. I don't know and I don't understand why I can't remember. فلو في الجزء الأول شفنا إن مايكل اتحول من شخص صالح لزعيم مافيا، ففي الجزء الثاني بنشوف إن مايكل بيتحول من زعيم مافيا لوحش. ده بيزود عمق وجانب مظلم ومخيف لشخصية مايكل كورليون، جانب أعمال كتير تخاف تروح له عشان ما نفقدش تعاطفنا مع البطل. لكن دي عظمة فيلم ذا جاد فازر، إنه ما بيخافش ياخد الدراما والشخصيات لأبعاد معقدة جدا. مشاهد كوبا كالعادة تحفة فنية بيستعرض فيها المخرج ومدير التصوير عبقريتهم في صناعة السينما وقدراتهم العالية في الإخراج والتصوير. بنروح لمشهد الاجتماع واللي بيشبه مشهد اجتماع العائلات في الفيلم الأول، لكن الفرق ان الجزء الاول كان الاجتماع لتقسيم احياء، اما المرة دي فالاجتماع لتقسيم دول كاملة. وهنلاحظ مباراة شطرنج تانية بين مايكل وهايمن روس وكلها بالعين بس. بنشوف ازاي هايمن روس بيستغل الثانية اللي مايكل بيبص فيها على التليفون عشان يحاول يقراه، ومايكل بيعمل نفس الحاجة بالظبط. وعلى ذكر التقسيم وتقسيم الدول اللي كانوا بيتفقوا عليه، المخرج بيورينا المعنى ده تاني بتورتة عيد ميلاد هايمن اللي هيقسموها عليهم. التورتة اللي كان مكتوب عليها كوبا، ولو ما خدتش بالك من الصورة اسمع الجملة دي. Make sure that everybody sees the cake before we cut it. بنروح لواحد من أهم المشاهد اللي ما بين مايكل وفريدو واللي محير ناس كتير وأنا منهم. كلنا عارفين إن فريدو خاين ومايكل هيتأكد من ده بعدين، ولكن في المشهد ده بنظرات مايكل دي وأسئلته دي هل كان عنده شكوك في المشهد ده؟ وبتستمر المعارك بالعين بين مايكل وهايمن روس. هايمن بيتكلم ومايكل بيبص بس، وبعد ما هايمن خلص كلامه نقدر نشوف مايكل وهو بيدي أمر قتله بنظرة واحدة من عينه كالعادة من غير ولا كلمة. في مشهد الحفلة لما فريدو بيسلم على جوني أولا وبيقول إنه ما قابلوش قبل كده، مشهد عظيم ومش محتاج لشرح.
كل حاجة هتفهمها لما تبص لعيون فريدو وعيون مايكل. بعد المشهد ده فريدو وقع بلسانه قدام مايكل وقال ان جوني هو اللي عرفه على المكان ده، وده معناه انه يعرف جوني قبل كده وجه معاه المكان ده. وعاوزكم تبصوا بس على عيون مايكل لما اتأكد ان اخوه خانه وساعد اعدائه في محاولة اغتياله. اداء عظيم من الباتشينو، قدر من خلال عينه بس يوصل لنا مشاعر كتير جدا من خيبة امل وحزن والصدمة اللي حس بيها. وبنشوفه بيبعد عينيه وكأنه بيقول لنفسه ان اللي خايف منه حصل، وانه كان يتمنى شكه في فريدو يطلع غلط. عيون مايكل عمرها ما كانت بتملى فراغ او تقدر تتجاهلها حتى لو مش هو الشخصية الرئيسية في المشهد. مشهد المواجهة بين مايكل وفريدو واحد من اجمل المشاهد في تاريخ السينما على الاطلاق. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان بداية الاب كانت مع بداية النفوذ الامريكي في كوبا. بنشوف ان بداية انهيار الابن بتوازي هي كمان بداية انهيار النفوذ الامريكي في كوبا على ايد كاسترو. بيهرب فريدو وبيحاول مايكل ينادي عليه، ولكننا بنشوف ان المخرج واخد مايكل من كادر كله ظلام ومش باين على الرغم من الاضاءة اللي وراه، وكان بيقول عبقرية من امير الظلام جوردن ويلس، والمخرج فضحت نوايا مايكل اللي هنعرفها بعدين. بعد هروب فريدو ورجوع مايكل لأمريكا بنشوفه بيمسح عينه اللي تعبت من كتر اللي شافه، وبيتصدم صدمة تانية ان مراته اللي كانت حامل سقطت. وبيحصل ترانزيشن تاني على فيتو اللي واقف قلقان على ابنه فريدو واللي عنده أزمة صحية، وقلق أبوه عليه بيخلينا نتعاطف معاه أكتر لأنه من صغره وهو بيعاني. والتراجيديا الحقيقية ان الطفل ده اللي قلب فيتو مكسور عليه هيتقتل على ايد ابنه التاني مايكل. بنروح بعدها للجزء اللي بيحكي ازاي فيتو بقى هو الجاد فازر. بنشوف فانوتشي بيطلب اتاوة من فيتو واصحابه $600، ولكن فيتو بيتفق مع اصحابه انه هيدفع 150 بس. ولما سألوه انت واثق انه هيوافق كان الرد ودي كانت بداية الجملة التاريخية اللي هنشوف تنفيذها كمان شوية. بيقدر فيتو انه يقنع فانوتشي ب$100 بس، ولكن فانوتشي وقع في فخ فيتو الحقيقي. فيتو أدرك إنه مجرد سكراموش زي ما قلنا، وإنه راجل تافه ما يخوفش، وما صدق لقى أي فلوس، لأنه لو كان قوي ما كانش قبل إنهم يعصوا أوامره ويدفعوا أقل. بعدها بنشوف فانوتشي وهو بياخد البرتقانة. فاكرين البرتقان اللي اتكلمنا عنه في كل الحلقات اللي فاتت وقلنا إن البرتقان معناه القتل، والدون فانوتشي خد البرتقانة بإيده، ونقدر نشوفها واضحة جدا في المشهد، في إشارة واضحة جدا إن الراجل ده نهايته قربت. بنروح بعدها لمشهد قتل فانوتشي واللي بيتم في وسط الاحتفالات الدينية، وكأن حدث تحول فيتو كورليون للجاد فازر بعد قتل فانوتشي هو حدث إلهي، كأنه قديس منتظر الناس كلها مستنياه عشان ينقذها. لحظة القتل هي نفسها لحظة احتفال الناس بالقديس عشان يكتمل تتويج فيتو في نفس وقت تتويج القديس. وبكده يبان المشهد وكأن الناس بتحتفل بموت الجاد فازر القديم اللي بينهب الغلابة وتتويج جاد فازر جديد بيساعد الغلابة. وبعدها بيروح لعيلته اللي هي أهم حاجة عنده، وبنشوفه وهو شايل ابنه مايكل مع موسيقى جميلة في الخلفية. عشان نرجع تاني للمقارنة ما بين مايكل وفيتو، أول عملية قتل نفذها فيتو كانت للدون فانوتشي. المشهد اللي زي ما قلنا إنه كان عيد وكان فيه موسيقى في الخلفية، وبنشوفه بيتحرك بثقة عشان يخلص المنطقة من استغلال وبلطجية فانوتشي. المشهد اللي اتنفذ وكأنه في ايده الخلاص، واستمرت الاحتفالات والناس بقت بتحترمه اكتر وهو بقى الدون الجديد. انما اول عملية قتل المايكل كانت قتل سلوزو في الجزء الاول. المشهد كان كئيب وصامت، وبعده مايكل بيتحول لمجرم ومطارد، وحتى لما بيهرب المصايب مش بتسيبه. الفرق كمان ما بين الاتنين ان مايكل اتفرض عليه يحافظ على العيلة بعد محاولة اغتيال ابوه، انما فيتو اختار طريقه بنفسه. بنروح بعد كده لمشهد تاني ما بين فريدو ومايكل، وزي ما شفنا فيتو الاب وهو بيحمي عيلته بنشوف مايكل الابن وهو بيخسرها. فريدو بيحاول يبرر لمايكل، ولكن مايكل بيرفض وبيقول له انت مش اخويا، ولا عاوز يشوفه ولا يعرفه تاني. شوفوا كمان شكل الكرسي بتاع فريدو والعظمه في اختيار الكرسي ده بالذات. الكرسي اللي بيفرض على فريدو قاعده معينه جواه، بتورينا بالصوره فريدو وكانه معاق جسديا وذهنيا وعاطفيا، كانه مشلول بيحاول يقوم من الارض
يشحت عاطفة من أخوه ومش عارف، وأخوه واحدة واحدة عمال بيفقد أدميته والظلام بيسيطر عليه بالكامل زي ما هنشوف في الكادر ده. I don't want anything to happen to him while my mother's alive. نروح بقى لمشهد المحاكمة العظيم، المشهد اللي كل حاجة فيه خلصت بتبادل النظرات بس. فرانكي بيروح المحكمة عشان يشهد ضد مايكل، لكننا بنتفاجئ بدخول أخوه. مشهد مفهوش أي كلمة، مجرد نظرات، واللي بالتأكيد نظرة مايكل كانت أهمهم. نظرة مايكل واللي سماها كتير من النقاد بنظرة الشيطان. مايكل دخل المحكمة ومعاه أخو فرانك، وبص بس لفرانكي، مجرد نظرة خلت فرانكي يعرف المصير اللي هيحصل لعيلته مقابل شهادته. مشهد لو شلنا منه نظرة مايكل هيبان وكأنه أخين بيبصوا لبعض عادي، أو كأي أخ راح يدعم أخوه في محاكمة، لكن نظرة مايكل هي اللي ضافت شعور الهيمنة للمشهد. بعدها بنروح لمشهد مواجهة تاني بنشوف فيه الشخص الوحيد اللي قدر يقف في وش مايكل. الشخص ده يبقى مراته كي، اللي قررت تواجهه وكمان عرفته إنها أجهضت بمزاجها عشان مش عاوزة تخلف ابن يعيش في العالم ده. It was an abortion, Michael. بقالنا حلقتين بنتكلم عن نظرات مايكل وعيونه اللي قادرة تخترق الكل وتشوف اللي جواهم، لكن كي بتقوله الحقيقة اللي هو مش واخد باله منها. Oh, Michael. Michael, you are blind. وده اللي محدش قدر يقوله غيرها، الحقيقة اللي بتقول إنه في الوقت اللي ركز فيه على عيلته الإجرامية ما قدرش يشوف عيلته الحقيقية وهي بتروح منه وكان أعمى. بنرجع لفيتو وبنشوف إنه بينتقم من دون تشيتشيو بطريقة قتل مميزة بأسلوب كوبولا المعروف. طريقة القتل اللي استخدمها فيتو لسه زي ما هي بنفس العنف بتاع الجزء الأول، على عكس الطرق التانية اللي هيستخدمها مايكل في الجزء ده، وهنقارن بينهم كمان شوية. وبنرجع لمايكل تاني وبنسمع صوت الغراب، وخليكم فاكرين الصوت ده كويس. بتموت أمهم اللي كانت لسه رابطة العيلة، وبنشوف بعدها مايكل وهو بيحضن أخوه بقوة لأنه محتاجه، وفي نفس الوقت بيؤمر بقتله بنظرة واحدة من عينه. وبنشوف نظرة الشيطان تاني، ولو ما فهمتش النظرة ففي تكست هيتقال هنا محدش خد باله منه، بس هنفهمه بعدين. If history's taught us anything, it says you can kill anyone. وطبعا واضح البرتقانة اللي في ايد مايكل وفي ايد روكو. وفي اخر مشهد لفريدو قبل ما يموت بيحكي قصة بتورينا اكتر جوهر الشخصية دي، والقصة هو انه كان الوحيد المتميز في صيد السمك لما كان بيصطاد مع ابوه واخواته. وشوفوا سعادته وهو بيحكي القصة دي عن الحاجة الوحيدة اللي كان متميز فيها، وبيفتخر انه نال احترام واعجاب ابوه واخواته. قصة بسيطة لكنها بتلخص لنا كل حاجة عن حياته ونفسيته وعقدته ودوافعه في كل اللي عمله، ولكن ده ما بيمنعوش من قدره وانه يتقتل على ايد اخوه. بنشوف بعد كده ان فرانكي انتحر، ما شفناهوش وهو بينتحر صحيح، لكننا نقدر نعرف كل تفاصيل الانتحار من المشهد ده. Corleone family was like the Roman Empire. ومن المشهد ده هنتكلم عن اسلوب كوبولا في العنف واللي اختلف كتير عن الجزء الاول. اللي شاف الجزئين هيلاحظ ان مشاهد العنف في الجزء الاول كانت اقوى مع استخدام المونتاج والموسيقى. يعني مثلا مشهد الكنيسة في الجزء الاول، وعلى النقيض مشهد انتحار فرانك اللي ما شفناهوش حتى وهو بينتحر. كمان مشهد قتل هايمن روس اللي ما شفناش حتى الرصاصة وهي بتقتله، على عكس مشهد الكنيسة اللي استخدم فيه أصوات الكنيسة عشان تدل على ميلاد جاد فازر جديد. الموسيقى كانت في الجزء الثاني هادية ومخيفة، وهنلاحظ طريقة تصوير الجرائم وأسلوب الجرائم اللي استخدمه كوبولا في الجزء الأول وهو بيعلن عن ميلاد مايكل هو نفسه الأسلوب اللي استخدمه وهو بيعلن عن ميلاد فيتو. أما في الجزء المتعلق بمايكل فبنشوف الاختلاف. الصورة في الجزء الأول كانت صفرة وفيها إحساس بالغضب والانتقام، أما في الجزء الثاني الصورة باهتة وبتميل للأبيض والأزرق، وده لأن مايكل كان بيقتل أعدائه بدم بارد، ومش بس أعدائه ده حتى كمان أخوه الكبير. عشان كده كوبولا أخرج المشهد ده بشكل يملاه الفراغ والسواد والجمود انعكاسا لشخصية مايكل كورليون. وقبل ما نتكلم عن مشهد موت فريدو هنرجع لمشهد قتل روس، وتحديدا للمنفذ. ليه مايكل اختار روكو بالتحديد وهو عارف انها عملية انتحارية، وروكو كمان متأكد من ده؟ في محاولة اغتيال مايكل في اول الفيلم كلنا عارفين ان فريدو هو الخاين،
بس بيفضل السؤال، مين اللي فتح الستارة؟ لو فريدو هو اللي فتحها يبقى فيه سؤال تاني. الاتنين القتلة المحترفين لما فشلوا في مهمتهم شفناهم مدبوحين، بس كلنا عارفين ومتأكدين ان فريدو اضعف من انه حتى يذبح فرخة، وده معناه ان في خاين تاني في البيت، والخاين ده شخص قوي. واكيد الاستنتاج اللي انا وصلت له ده مايكل كمان وصل له، بدليل انه كان عارف انه مش هيقدر يقبض عليهم وهم احياء، وكان متوقع انه يلاقيهم مقتولين فعلا. لما تربط ده مع طريقة المساومة اللي انتحر بيها فرانكي، ونشوف روكو وهو بينفذ عملية انتحارية، نقدر نستنتج ان روكو كان هو الخاين التاني في البيت، وان قبوله للعملية دي كان مقابل سلامة اهله زي ما فرانكي عمل. كلام ما اتقالش في الفيلم بأي صورة من الصور، ولكن هي دي عظمة الفيلم والسيناريو، انه يقدر يعيشك جواه ويثير جواك التساؤلات اللي يخليك تستنتج انت. وبنوصل لمشهد قتل فريدو اللي بيتقتل وهو بيصلي، والمخرج بالعافية بيورينا المسدس عشان يخليك كمشاهد تتعاطف مع فريدو، ونرجع نفتكر جملة مايكل تاني اللي قلت لكم ركزوا فيها. If history's taught us anything, it says you can kill anyone. مايكل كان يقصد ايه بالتاريخ؟ الإجابة في المشهد ده. بعد قتل فريدو بنشوف غرابين وبنسمع صوتهم، وفي كل الديانات مفيش أشهر من الغرابين اللي كانوا في قصة قابيل وهابيل. لما تحط الغرابين مع قتل فريدو مع جملة مايكل هتفهم إسقاط مايكل على قابيل وهابيل في أول جريمة في تاريخ البشر. وأخيرا، إذا كان فريدو فقد حياته فمايكل فقد روحه. آخر مشهد في الفيلم المخرج بيعمل فلاش باك عشان يورينا العيلة اللي اتهدمت، بيفكرنا تاني ببراءة مايكل، وبيفكرنا بدعم فريدو ليه، عشان يخلينا نسأل تاني، هل مايكل هو اللي هدم العيلة فعلا، ولا هو ضحية لجريمة فيتو أصلا؟ لأن زي ما شفنا إن مايكل أجبر على الأجواء دي كلها، لكن فيتو هو اللي اختارها بنفسه. شفنا مايكل بيدفع تمن أخطائه، لكن فيتو ما دفعش حاجة. شفنا فيتو بيحب مايكل من هو صغير وعاوزه يطلع مختلف، لكن مايكل ورث المسؤولية غصب عنه، مع إن فيتو هو اللي سرق السجادة من الأول. ولا فيتو أصلا هو كمان ضحية للخطيئة الكبرى في حق عيلته في أول الفيلم؟ لكن بالتأكيد برضه إن فيتو كان في إيده الاختيار، على عكس مايكل. شخصية مايكل شخصية معقدة ومركبة جدا، وعن جدارة هي أفضل شخصية اتكتبت في تاريخ السينما كله. كل دي تساؤلات سابها المخرج ممكن نتناقش فيها في الكومنت. وبالرغم من الحيرة في موقف مايكل، لكنه بالتأكيد تحول لإمبراطور فعلا، لكن بالتأكيد برضه إنها إمبراطورية من الأشباح والظلام.